لو انت في العشرينات دلوقتي ولسه ما سافرتش، حاول تسافر قدر الامكان قبل سن التلاتين. تجربتي في الخليج، بصراحة عايز انقلها لكم. انا طبعا جالي من سنتين كده اوفر ان انا اشتغل في سلطنة عمان. في الوقت ده انا كنت بدور على شغل في الامارات والسعودية وكده، ولكن انا كنت حابب اروح الامارات بشكل خاص، لان كنت شايف الامارات يعني هي من احسن البلاد، من ناحيه الفرص، من ناحيه المرتبات، من ناحيه الكلام ده كله. طبعا سوق السعوديه كبير جدا جدا ومتطور جدا دلوقتي، وليا اصحاب شغالين في السعوديه وبيقولوا لي ان هم مبسوطين جدا بالتجربه، ولكن انا ساعتها كانت دماغي الامارات يعني. بس جات لي فرصة إن أنا أروح سلطنة عمان. وما كنتش أعرف كتير عن سلطنة عمان بصراحة، لأن اسمها مش بيتم تداوله كتير في الأخبار يعني. ولكن سلطنة عمان هي جنب الإمارات بالظبط، يعتبر بينها وبين الإمارات بالباص أو بالعربية 4 ساعات. وهي يعني دولة عكس الإمارات تماما في حاجات كتير. يعني الإمارات أبراج وكده، وتلاقي الدنيا هناك يعني تحسها مودرن وبتاع. سلطنة عمان محافظة شوية على الحتة التاريخية بتاعتها والتراث. ولما تروح هناك هتلاقي الدنيا شوية طبيعية كده، ما فيهاش أبراج وبتاع، لا هتلاقي الدنيا شوية يعني ماشية على التراث بتاعهم شوية. طبعا الناس اللي شافت سلطنة عمان، سافرت او عموما شافت لها فيديوهات او ايا كان، هيكونوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده. المهم، انت دلوقتي لو سنك تحت ال30، فليه انت محتاج تسافر بدري؟ انت محتاج تسافر بدري عشان كذا حاجة. اول حاجة، انت بتاخد وقت عبال ما مرتبك يكبر في الخليج. تمام، فانت محتاج تسافر بدري قبل ما تتجوز، وقبل ما يكون عندك أسرة مسؤول عنها، لأن المرتب بتاعك في الأول بيكون بيقضيك. تمام، وبتقدر تشيل منه جزء صغير أو تبعت لأهلك جزء صغير. ولكن أنت طبعا لو متجوز بيكون الموضوع صعب شوية، ممكن المرتب أصلا ما يكونش مناسب إن هو يقضيك أنت وزوجتك وأولادك والكلام ده كله. لوحدك بيبقى الموضوع اسهل كتير جدا جدا. زائد طبعا ان موضوع الشغل هناك بيكون فيه شويه عدم استقرار في البدايه. لو انت لسه رايح الخليج جديد، فانت برضه ما تضمنش ايه اللي هيحصل معاك. هل الشركه دي كويسه ان انت تستمر فيها سنه واثنين وثلاثه، ولا الشركه مش هتكون قد توقعاتك مثلا، فانت محتاج بقى تبتدي تشوف في البلد شغل تاني، او تنقل على بلد تانية في الخليج او ايا كان. دي حاجه. الحاجة التانية ان الخليج بصراحة ممتازة جدا من ناحية السهولة عن اوروبا. انت دلوقتي بتقدر تسافر الخليج بكل سهولة، مش محتاج بقى تعقيدات في الفيزا والكلام ده كله. الموضوع سهل جدا جدا، سواء انت مسافر حتى فيزا سياحة لوحدك تدور على شغل، او جالك شغل في شركة. الموضوع سهل جدا ان انت تتعمل لك الفيزا يعني في يوم يومين وتطلع لك وتسافر على طول. الانترنت في الخليج كويس جدا، سريع جدا مقارنة بمصر. بصراحة أنا عن نفسي خلال فترة إقامتي في الخليج ما لقيتش أي، يعني ما واجهتش أي شكوى من الإنترنت أبدا. كنت مأجر الشقة اللي أنا كنت مأجرها دي، كان انا بدفع الايجار، وكان ال الواي فاي تمام، والميه والنور والكلام ده كله انكلودد، فانا ما بدفعش الكلام ده كله. فده يعني نظام الخليج، انت بتدفع للاستوديو اللي انت مأجره او الشقه الايجار، وشامله كل حاجه، فما بتصدعش بقى في موضوع ان انت كل شويه النت يعطل وتفضل تكلم شركه النت وتضيع معاها ساعات من عمرك والكلام ده كله. مفيش زحمه، او حتى يعني خليني اقول لك ان الطرق سالكه بمعنى اصح. مفيش زحمه طبعا مقارنه بمصر. يعني هو في اشارات وبتاع ممكن تقف فيها 3 دقائق 5 دقائق بس، دي بيعتبروها زحمه، ولكن هي مش زحمه خالص بالنسبه لنا في مصر. بلس كمان ان موضوع المواصلات سهل. ما بتقعدش بقى تستنى الباص يجي لك على الدائري مثلا، تفضل تستنى نص ساعة وساعة وتقعد تستنى الميكروباص والكلام ده كله. لا لا، الموضوع سهل جدا. انت معظم حياتك هناك يا اما هتقضيها مترو، يا اما هتقضيها باص بيجي في ميعاد معين وبيكون اسرع يعني من الهاسل شويه اللي احنا بنواجهه هنا. او طبعا التاكسي. والتاكسي يعني سعره مش بيكون اوفر قوي. يعني انا كنت مثلا بروح الشغل واجي كل يوم مثلا ب يعني حوالي 3 ريال. كان التاكسي حوالي ريال ونص او ريال احيانا على حسب السكن بتاعك، ولكن كان من ريال لريال ونص ماكسيموم، فكان السعر لطيف مش وحش.
ولكن طبعا انت لو عايز توفر في مواصلات عادي مفيش مشكله. عايز تجيب عربيه الموضوع سهل، في الخليج اسهل من مصر ب100 مره. انت في الخليج بتقدر ان انت تلاقي عربيات بسعر لطيف جدا. يعني مثلا انا لقيت بعض العربيات بصراحه، زي مثلا الميني كوبر مثلا كانت عامله 1500 ريال و2000 ريال، ريال عماني طبعا مش سعودي ولا اماراتي، ولا قصدي سعودي ولا قطري، لان طبعا الريال العماني هو ب10 درهم اماراتي وب10 ريال سعودي وب10 ريال قطري. فكانت ب1500 ريال عماني زي ما قلت لك. عندك مثلا هيونداي مثلا الانترا ممكن تجيبها موديل 2011 موديل 2012، تجيبها برضه ب يعني 1200 ريال مثلا. يعني هتلاقي اسعار مختلفه يعني. بس تقدر تجيب عربيه في خلال مده قليله، ممكن تجيب عربيه في 6 شهور بس. ممكن تجيب عربيه جديده بمثلا 8000 ريال 4000 ريال على حسب نوع العربيه، وتقسطها، مش لازم ابدا ان انت تدفع ثمنها مره واحده. فكل ده اسهل من ان انت تقعد في مصر وتفضل تحاول ان انت تحط شقه عمرك في عربيه وفي الاخر هتجيب عربيه يعني قديمه وعلى الله حكايتها. بعكس الخليج لا، ممكن تجيب عربيه كويسه فعلا. ممكن تركب مرسيدس لو انت عايز مرسيدس، طبعا تبقى موديل قديم شويه. ممكن تجيب 2008 ما اعرفش 2007 2010، ولكن ممكن تلاقي حاجات ب 1000 ونص ريال زي ما بقول لك عادي جدا، وب 2000 ريال والكلام ده كله. فده اللي انا شفته. الموبايلات نفس الكلام، الموبايلات رخيصه عشان مش عليها جمارك زي هنا. الموبايلات ارخص كتير، سواء انت عايز تجيب ايفون، عايز تجيب سامسونج جالاكسي احدث موديل، الكلام ده كله. كل ده سهل جدا في الخليج، وتقدر برضه تقسط. يعني مثلا في حاجه حلوه جدا ان انت بتدفع مثلا فاتوره ب 10 ريال مثلا في الشهر او حاجه، وبعد 6 شهور تقريبا من دفع 6 فواتير، يعني بيبقى ليك الحق ان انت تقدر تقسط اي موبايل زي مثلا ايفون 17 او ايا كان، وتدفع مبلغ بسيط مثلا بتاع 30 ريال في الشهر او 50 ريال في الشهر. و خلاص يعني مش بتحتاج ان انت بقى ايه تلاقي الموبايل ب 200 الف جنيه و 300 الف جنيه والكلام ده كله. لا، الموضوع سهل جدا. ومرتبك انت لو مثلا زي انا كان مرتبي هناك 650 ريال، فده كان لطيف مش وحش. ان انت لو هتدفع 50 ريال في الشهر الموبايل ايفون احدث موديل مش حاجة. لو عايز تجيب عربية برضو وحوشت شوية تجيب عربية بألف ونص ريال ولا بتاع، عادي برضو هتقدر تعملها. فأنصحك ان انت تاخد خطوة السفر بدري، ما تتاخرش عليها. لو انت حاطط في دماغك تسافر اوروبا، فانا بقول لك ان الخليج اسهل مبدئيا، لان انت حتى لو عايش في الخليج ومعاك اقامه سهل جدا ان انت تقدر يعني تاخد فيزا اي دوله اوروبيه. انا طبعا كنت عايز اروح تركيا، ف يعني من عمان سافرت تركيا مرتين. اول مره خدت الفيزا على طول في 5 ايام، وخدتها 20 يوم. ولما جيت اروح تاني قالوا يعني كان في مكتب انا بعمل معاه القصه بتاعت الفيزا دي، فقال لي انت كده تقدر تاخدها سنه بما انك رحت قبل كده، فتقدر تاخدها سنه على طول مولتيبل فيزا. فخدت فيزا تركيا سنه على طول، و تقدر بقى ان انت تخش وتخرج خلال السنه دي بكل سهوله. فطبعا لو انا كنت في مصر هنا وجيت اقدم مثلا على فيزا تركيا او حاجه، كان الموضوع هيبقى اصعب وما كانتش هتجيلي بالسهوله اللي جات لي بيها في سلطنه عمان. ف دي ميزه من المميزات الجميله جدا. وقدرت طبعا ان انا اسافر ماليزيا. ماليزيا طبعا بدون فيزا، بس ان انت بتقدر في الخليج تعمل فلوس حتى لو هي مش كتيره قوي، ولكن هتخليك تعمل حاجات انت ما عملتهاش قبل كده، زي ان انت تسافر بلاد جديده مثلا، زي ان انت تجيب موبايل جديد، زي ان انت تقدر تجيب لابتوب كويس، زي ان انت تقدر تجيب عربيه بسهوله. فالكلام دوت بيسهل عليك حاجات كتير جدا. يعني اللي هتعمله في مصر في عمرك كله ممكن تعمله في الخليج في 5 سنين او 4 سنين بكل سهوله. ومش تجربتي بس، لا، ليا اصحاب كتير موجودين في السعوديه، موجودين في الامارات، و كانت تجربتهم برضو يعني مشابهه. في منهم اللي الحمد لله قدر يجيب عربيه وفي مدة سنتين بس يجيب عربية جديدة عادي زيرو ويدفع اقساطها، وموضوع جميل يعني. ف يعني حتى الاكل والشرب والسوبر ماركت وكده، انت ممكن تخش يعني تجيب حاجات ب50 ريال تلاقي نفسك مليت عربية كاملة مليانة فراخ ولحمة وسمك وجمبري وسلمون وكل حاجة، كل حاجة نفسك فيها. و يعني
من غير ما تحس ان انت فاهم يعني الموضوع صعب. نفس الكلام بالنسبه للملابس، مثلا كنت بخش مثلا براند زي ار ام بي اخش مثلا ادفع 50 ريال الاقي نفسي جبت شويه حاجات حلوين، يعني جبت لي مثلا حوالي 12 قطعه 15 قطعه. تمام. ويمكن اكتر احيانا. فلا في حاجات لطيفه، يعني مثلا في برفيوم جميل جدا جدا كنت بجيبه كده عامل ريال، التيشيرت عامل 2 ريال. مثلا في تيشيرتات مثلا بولو ممكن غاليه شويه تلاقيها عامله 4 ريال 3 ريال ونص. بتلاقي عروض كويسه، بتلاقي بنطلون الجينز عامل 5 ريال 5 ريال ونص. فطبعا لو جيت تحسبها بالاماراتي مثلا او بالسعودي، فالخمسة ريال دي هي قول بمقام حوالي يعني 50 ريال، 50 ريال سعودي مثلا. فلا الموضوع لطيف جدا. عايز تجيب مثلا سكتشر مثلا فور اكزامبل، هتلاقي مثلا انت تجيبه ب 17 او 18 ريال، لقيت حاجات عليها خصم كانت بالسعر دوت. عايز تجيب اديداس، عايز تجيب نايكي، الكلام ده كله هتلاقيه برضه رخيص 120 ريال سعودي مثلا. اللي هم مثلا 12 ريال عماني، 15 ريال عماني تقدر تجيب اي حاجه من اي براند نفسك فيه. نفسك تلبس زارا، نفسك تلبس وات ايفر، لا الموضوع رخيص مش غالي خالص. فدي ميزه جميله جدا في الخليج بصراحه. بعد ما تقعد في الخليج طبعا وتعمل فلوس كويسه والكلام ده كله، تقدر بعد كده تروح اوروبا لو انت عايز يعني. ولكن هتروح اوروبا وانت اكثر نضوجا، وانت حالك احسن ماديا، بدل ما تروح اوروبا على طول وتتلطش في وشك وتلاقي الدنيا مش احسن حاجه. اوروبا برضو الدنيا صعبه، ما فيهاش نفس الفلوس اللي في الخليج. و ناس كتير قوي اوروبيين دلوقتي وامريكان وكنديين وكده يعني خلاص بقوا ينقلوا للخليج اصلا، سواء الامارات او السعوديه مثلا، عشان خاطر شايفين ان هي فيها فرص احسن يعني. فانا شايف بصراحه الخطوه للخليج احسن في البدايه. وانا واحد من الناس عايز اسافر اوروبا وعايز اخد جنسيه وكده، ولكن انا شايف ان الواحد لازم يقضي شويه وقت في الخليج، وبعد كده ياخد الخطوه لاوروبا هتبقى احسن. يعني الخليج هيتعمل فيها فلوس بشكل افضل وبشكل اسرع. عشان خاطر لما تروح اوروبا تقدر بقى تشتري بيت، تقدر انت تستقر بسهوله، مش لسه هتروح تشقى فيها، والفلوس فيها طبعا هتبقى اقل من الخليج طبعا، والفرص اقل والكلام ده كله. ولو رحت بلد طبعا ما بتتكلمش انجليش، هتكون بتعاني في اللغه ان انت تتعلم الماني او تتعلم مثلا اسباني او تتعلم وات ايفر بقى. لان طبعا البلاد اللي بتتكلم انجليزي في اوروبا هي مش كتير خالص، عندك انجلترا مثلا وعندك ايرلاند والكلام ده كله. فهتلاقي يعني مش ما فيش اوبشنز كتير لناس بتتكلم انجليش يعني في اوروبا. بس فدي حاجه كده كنت عايز اشيرها معاكم بصراحه، واتمنى ان هي تفيدكم. ولو حد عنده اي اسئله في الكومنتات برضو ويقدر يكتبها لي، وانا لو في اي حاجه مريت بيها يعني هناك وحد عايز يعني يستفسر عنها اكيد هجاوبه. بس وده كان فيديو كده حبيت اعمله زي دردشه سريعه بدون مونتاج بدون اي حاجه، واحب اسمع ارائكم. وسلام.